السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، اللهم صل وسلم وبارك. اللي يحبنا يصلي على النبي وحياة النبي. وحوي 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 رحت يا تعبان وحوينا الضربة يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان في الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا عارفة إن أنا بقالي شوية إن أنا غايبة عنكم، بس غصب عننا بجد والله. احنا طبعا انتوا واخدين بالكم من الفرق إن احنا بنصور في مكان جديد خالص، ما صورناش فيه قبل كده. دي أصلا شقتنا بتاعت جوازنا، كنا غبنا سنتين عنها وكانت مقفولة، فاحنا بقالنا بالظبط حوالي 15 يوم يا أبو شمع. بقالنا شويه بنوظف فيها. ابو شام الله يبارك له ويديله الصحه يا رب، رجع كل حاجه زي ما كانت. هو ده اصلا توضيبها، بس انتوا عارفين طبعا ان الشقه لما تكون مقفوله سنتين هتبقوا متخيلين هي عامله ازاي. فابو شام الله يبارك له ويديله الصحه عمل لنا كل حاجه. هو تعب اكتر مني فيها بكتير، ربنا يخليه لنا يا رب. الله يخليك يا ابو شام. واحنا هنا رجعنا هنصور من هنا كل جديد. هنرجع تاني بتحدياتنا انا وابو شامه وشروق، احنا واهلنا، خروجاتنا، كل اللي احنا كنا بنصوره هنرجع باحسن منه باذن الله. يعني ربنا يكون معانا ويقدرنا ونرجع باحسن منه. عايزه اوريكم الهديه الحلوه اللي ابو شامه جابها لي عشان عيد الام وعشان رمضان، لان الاثنين كانوا مع بعض طبعا انتوا عارفين. جاب لي الجميله دي مكتوب عليها اهل رمضان وعليها فنانيس وقلب احمر. كل سنه وانت طيب يا ابو شامه وربنا يخليك ليا يا رب. يعني كل اللي انا طالباه منكم، عايزه اللايك والشير للغير وكومنت لطيف منكم، دعوه حلوه كده كل اللي بيحبنا، وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات دعوه جميله ليا ولا ابو شامه ولا شامه وشروق، وكل اللي انتوا عايزينه منا اكتبوه تحت واحنا نعمله. بعد فضل ربنا القناه هترجع احسن من الاول بيكم، ده بعد فضل ربنا بيكم ان شاء الله. واللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن، ويتقيم في كومنت لطيف وفي دعوه حلوه لينا ولايك. كل اللي وصل معانا هنا يكتب لايك. بجد يا جماعة احنا تعبنا قوي. تعبنا جامد جامد جامد. وعايز اقول لكم انا لو كنت عملت الروتين بتاع توضيب الشقه دي بجد كنت هتعرفوا قد ايه الواحد تعب وطلع عينه. بقالها سنتين مقفوله وكانت كل حاجه على بعضيها والدنيا متدردكه والدنيا متبهدله. حتى لسه ما جبناش الشاشه، لسه في الشقه التانيه. لو حتى تاخدوا بالكم يا جماعه احنا كنا بنصور في الشقه التانيه، كنا محدودين مش عارفين نصور. كنا لما بنخرج في الشارع كنا بنصور والكلام ده، بس احنا هنا هنعرف نصور، هنعرف نعمل فيديوهات. هنركز بقى معاكم مع فيديوهاتنا مع شغلنا، لان احنا كنا ملخومين في الشقه جامد وكان في ضغوط علينا بقالنا سنتين. احنا عاملين القناه بقالنا سنتين كنا في الشقه التانيه، فاحنا رجعنا بيتنا وشقتنا. وده باب اوضه الاطفال يا جماعه، لسه اوضه الاطفال فيها شغل فيها توضيب. انا يا دوبك عملت هنا. عايز اقول لكم النجف ده يا جماعه صعب 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 في تنظيفه. اهو انا طلع عيني. كل نجفه من دول خدت مني يوم في التنظيف، كان كميه تراب عليها فكيتهم حته حته. فيا جدعان نصيحه، اللي يجي يشتري نجف بلاش النجف ده، اذا ما كانش يبقى قده في تنظيفه ما يجيبوش. اهي والتاني اهي يا جماعه. انا بس مش عارف ايه اصور تحت عشان خاطر ايه. التانيه النجفه التانيه اهي يا جماعه. طلع عيني بجد في تنظيفهم. انا لو كنت عملت روتين كنت هتقولوا لي بجد الله يعينك يا ابو شامه. لا ابو شامه تعب قوي بجد والله العظيم، اكتر مني بكتير. عمل حاجات انا ما عملتهاش. يعني طلع على السلم وتعلق فوق السلم وفك النجفه حته حته. والله انا يمكن انتوا هتاخدوا بالكم من تفاصيلها، النجفه فيها كتير، يعني كريستاله وحاجه
ويغسل فيها بالراحه، لان عايزه اقول لكم على حاجه، ابو شامه بيخاف على الحاجه جدا. يعني الحيطه بقى هو يمسحها عشان انا ما اخربشهاش. يعني هعمل لكم مش عارفه اقول لكم. تحديات، هتعملي ايه يا ام شمع؟ هنرجع نعمل تحديات تاني انا وانت زي ما كنا بنعمل. طبعا انا من فتره كبيره بسبب الحمل ما عملتش تحديات، اخر تحدي كان قبل الحمل لو تفتكروا. شامه وشويه يرجعوا يعملوا تحديات تاني. في مفاجاه ان شاء الله محضرها لكم في رمضان ده، هنعملها انا وابو شامه. ما اعرفش ايه هي، لسه ما حددتهاش، بس هي مفاجاه ان شاء الله هتحصل. بره بقى هنا في الشقه حسب ما يرضي ربنا. هتلاقوا كل جديد معانا. تمام. هنعمل تحديات مع اهلنا زي ما كنا بنعمل في الاول. هنصور خروجاتنا تاني. طبعا جاي علينا العيد، عيد مبارك علينا وعليكم باذن الله ان شاء الله. نصور صلاه العيد، كل جديد تصوروا. انتوا متعودين معانا ان احنا بنصور كل حاجه، مش ماشيين على حاجه واحده. كل اللي بنقدر عليه بنعمله. فمش هطلب منكم غير الدعم منكم لينا. بايه؟ بلايك، مش اكتر من كده، وكومنت لطيف، دعوه حلوه، والصلاه على سيدنا محمد. كل صلى اللي الله يحب عليه النبي وسلم. يصلي عليه في كومنت. بالله عليكم عايزين نوصل الفيديو، انا مش طالب كتير، نوصل الفيديو ل 100 لايك. كل اللي بيحبنا وعارفنا، كل اللي بيحبنا وعارفنا ناس بلاش كتير جدا بتتفرج على الفيديو وما بتعملش لايك. ما تعملش لايك. في ناس انا عارفهم كويس يعني، انتوا معروفين. منافسين، انا عارفهم بيحبوا يتفرجوا عشان يشوفوا شمع والشوق بيعملوا ايه، انما هم من جواهم تعبانين قوي، زعلانين قوي، منكدين قوي. وفي جمله عايزه اقولها، احنا برضه هنرجع نقول احنا شمع وشروق، احنا اساس شمع وشروق، واحنا بنغيب وبنرجع بهيبتنا. ان شاء ايوه، الله كده استنوا كل جديد معانا. بنغيب ونغيب ونرجع بهيبتنا. نغيب شامة وشامة وشوق وأم شامة واحد بس، لستم الوحيدين لكن متميزين. بالله عليكم يا تعملوا لايك يا بلاش تتفرجوا علينا الناس اللي هي عارفانا، انما فانزاتنا وحبايبنا احنا عارفينهم كويس قوي. فانزاتنا وفانزات شامة وشروق احنا عارفينهم كويس وعارفين مين قوي، اللي بيحبنا طبعا وبيتفرج علينا بحب، وعارفين مين ان الفيديو ده هيخليه يولع نار. تترررت تتت. يلا باي باي، سلام عليكم، سلام طيبين. اللايك اللايك يا حماده يا بالونه.